Vive le Royaume du Maroc et vive la France. Vous venez donc d'entendre Emmanuel Macron qui vient de... Madame Seydi Azzakallah, permettez-moi d'inviter Votre Majesté et Son Excellence Monsieur le Président à la signature de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française. رحب جلالة عاهل البلاد المفدى بفخامته متمنيا له ولوفده الرسمي والمرافق زيارة موفقة وإقامة طيبة. استقبال رسمي لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التبون الذي شرع في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين. حيث وصل إلى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة دولة إلى سلطنة عمان تستغرق 3 أيام. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الضيف عند سلم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص. وقد رحب جلالة عاهل البلاد المفدى بفخامته متمنيا له ولوفده الرسمي والمرافق زيارة موفقة وإقامة طيبة. وسيبحث القائدان خلال الزيارة عددا من مجالات التعاون والشراكة بما يعزز مصالح البلدين ويحقق النفع للشعبين الشقيقين، علاوة على تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الأوضاع الراهنة سعيا للدفع بحلول التهدئة والاستقرار في المنطقة. وإياكم في هذه المشاهد نقلا عن التلفزيون العمومي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفي استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما نتابع مشاهدينا الكرام في هذه المشاهد استقبال رسمي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرع في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين في عديد المسائل والقضايا المرتبطة خاصة بالبعد الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة الإفريقية، على رأسها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل والوضع في السودان أيضا، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها أو يعرفها العدوان على قطاع غزة
المتواصل من طرف الكيان الصهيوني. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل إذن من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عمل وأخوة. نعم سيدي أعزك الله. Permettez-moi d'inviter Votre Majesté et Son Excellence Monsieur le Président à la signature de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française. ساكنة العدوتين سلا والرباط تغتنمها مناسبة سانحة لتحية الصداقة المغربية الفرنسية والتعبير عن مباركتها للخطوات والجهود التي يبذلها قائد البلدين لتقوية العلاقات الثنائية والدفع بها باتجاه تحقيق الأهداف والطموحات خدمة لمصالح الشعبين صديقين يتوقان للمزيد من التعاون بين بلدين متجذرين عراقة وأصالة تؤهلهما لنسج أوثق الروابط وأمتنها. عوامل كثيرة تاريخية وسياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية تساهم في ترسيخ علاقات متميزة وفريدة بين بلدين يطمحان إلى تعزيز الروابط الثنائية على جميع الأصعدة والمستويات حفاظا على الإرث التاريخي والحضاري الذي يشكل القاسم المشترك بينهما. بفضل التقارب في وجهات النظر ومن منظور استراتيجي وواقعي وصل المغرب وفرنسا مرحلة من النضج تسمح باستشراف المستقبل بنظرة متفائلة وطموحة. زيارة فخامة السيد إيمانويل ماكرون لبلادنا تشكل فرصة سانحة لتأكيد العزم الراسخ على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما أنها تأتي استجابة للإرادة التي تحثوهما للاستفادة من الفرص المتعددة التي يوفرها المغرب وفرنسا بغرض دعم الروابط النموذجية. من شأن هذه الزيارة أن تضع الأسس لشراكة استراتيجية متجددة ستتيح للعلاقات الثنائية دخول مرحلة جديدة عبر إقامة حوار سياسي مكثف إلى جانب شراكة اقتصادية جديدة وبرنامج طموح
على جميع المستويات. ولا شك أن هذه الزيارة التاريخية ستتيح تعميق التعاون الثنائي في كافة الميادين، سيما عبر تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الروابط بين البلدين. الرغبة والالتزام والعزيمة هي مفاتيح الزخم الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، وهما البلدان اللذان أدركا كيفية الاستفادة من تكاملهما من أجل بناء شراكة مثالية. هي محطة جديدة من محطات مسار طويل لعلاقات مغربية فرنسية عريقة متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية. استقبال شعبي يليق بما يجمع البلدين الصديقين من روابط متينة وعلاقات تعاون مثمر تزكيها الرغبة المشتركة في النهوض بها إلى أعلى المستويات. هي علاقات ثنائية استراتيجية على أكثر من مستوى، وللبلدين انشغالات واهتمامات مشتركة، ويواجهان معا نفس التحديات، وهما عازمان معا على تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق الازدهار المشترك والمنفعة المتبادلة. هذه اللحظة في مسار العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية تؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة هذا البلد الصديق لتطوير روابط التعاون بأبعاده المختلفة مع المغرب من أجل إعطاء مضمون حقيقي للصداقة العميقة بين البلدين. تتميز الصداقة المغربية الفرنسية بطابعها المتجدد من أجل رفع التحديات ومن أجل أن تضطلع بدورها كرافعة في الفضاء المتوسطي الإفريقي. يندرج هذا اللقاء بين قائدي البلدين في إطار العلاقات الخاصة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والشراكة الاستثنائية التي ترتكز على رؤية متكاملة إزاء الملفات الكبرى. التزام قوي وراسخ بالعمل من أجل تكريس شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، لا سيما في المجالات الحيوية والقطاعات الواعدة بالنسبة للبلدين الصديقين. تعكس هذه الزيارة تصميم البلدين على تقوية علاقاتهما النموذجية بشكل دائم على أساس الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة لتحقيق التنمية والرفاه للشعبين الصديقين المغربي والفرنسي. يعكس اللقاء على أعلى مستوى الذي تتيحه هذه الزيارة الاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع مختلف الشركاء، ولقاء بين قائدي دولتين يمثلان الحداثة وعمق التاريخ ضمن زيارة تجسد إرادة لمقاربة مشتركة في مواجهة التحديات الماثلة في كلا ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تكتفي زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية أهمية كبرى على أكثر من مستوى، نظرا لعراقة علاقات الدولتين التاريخية والسياسية، ونظرا للدور الوازن الذي تلعبانه على الساحة الإقليمية والدولية. زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب خطوة كبيرة تزكي الطموحات المشتركة وتؤكد المكانة التي يحتلها كل بلد في السياسة الخارجية للبلد الآخر من منطلق استراتيجي. تجذر العلاقات المغربية الفرنسية لا يجد تفسيره إلا بالمكانة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا ينعم بالاستقرار في منطقة عرفت تقلبات سياسية، وأيضا بفضل السياسة الحكيمة
التي تنهجها مع شركائها بقيادة رصينة من جلالة الملك. تكتسي هذه الزيارة طابعا متميزا بالنظر إلى المجال الاقتصادي. تشكل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة كونها مناسبة سانحة لرسم خارطة طريق جديدة تؤطر علاقات البلدين خلال السنوات المقبلة. تسود القناعة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في كل من الرباط وباريس أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة حتى تكون شراكتهما الاستراتيجية نموذجا لتنمية مشتركة وإطارا متينا للاستثمار والإنتاج والتصدير منفتحا على محيطه الإقليمي والدولي. تعي فرنسا أهمية الاستثناء المغربي في منطقة جنوب